السلام عليكم. وجبة اقتصادية سهلة سريعة بتتعمل في وقت قياسي جدا، والأهم إنها مليانة قيمة غذائية. هي إيه الوجبة دي وبتتعمل إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. في حلة على النار هتحطي معلقتين من الزيت، تنزلي عليهم ببصلتين وسط متقطعين بالشكل ده عشوائي يعني، عليهم كام فص توم كده 3 4 فصوص توم، ونقلبهم كويس جدا على النار لغاية كده ما ياخدوا معانا لون خفيف. التوم والبصل كده لون ذهبي بالشكل ده. في الوقت ده هننزل عليهم بنص كيلو من الفول المدشوش المنقوع قبلها بليلة. لو في وقت، مفيش وقت يبقى ننقعه قبلها بساعتين بس، عشان نتخلص من المية اللي بيبقى فيها مادة بتمنع امتصاص المعادن في الجسم. ونقلب الفول مع البصل والثوم كويس جدا لغاية ما تتغلف كده كل حباية من الفول بالمادة الدهنية. في الوقت ده بقى هننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الكزبرة، ومعلقة كبيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح لغاية ما نظبط الملح في الآخر، ومعلقة صغيرة من الشطة. ولو حابة تستغني عن الشطة مفيش مشكلة، عايزة تستبدلي الشطة الحمرا دي بقرنين فلفل كده حامي برضو تمام. مش عايزة شطة خالص ولا أي حاجة حامية يبقى مفيش مشكلة، هنستغنى عنها خالص. ونقلب كويس جدا لغاية ما الفول يمتزج كده مع البهارات كويس، وننزل عليهم بقى بالمية السخنة المغلية اللي بنلاقي إن هي مستواها هيكون فوق الفول بحوالي عقلة صباع بس. تمام. بنغطي بقى الحلة بتاعتنا كده ونسيبها على النار، ولو ما تبدأ تغلي بنحط عليها حوالي معلقة صغيرة من السكر. بيعمل ايه السكر بقى؟ بيسرع من سوى الفول، وكمان بيدي طعم وتسكيرة حلوة كده للايه، للطبق اللي احنا هنعمله. هنا معانا 3 حزم من الكزبرة البقدونس الشبت، هناخد نصهم نحطه على الخليط بتاعنا كده اللي هو الفول مع البصل بقى والثوم والمية المغلية في الأول لغاية ما يستووا تماما. وهقول لك دلوقتي احنا ليه احتفظنا من النص التاني. زي ما انت شايفة بدأ الفول خلاص يدخل في السوا جدا وامتزج مع كل المكونات. بجربه كده لقيته يعني خلاص محتاج له بس 5 دقايق أو 10 دقايق بالكتير، واطفي عليه. في الوقت ده هنزل بنص الخضرة التاني. ليه ما نزلتش بالخضرة كلها من الأول؟ علشان لو أنا حطيت الخضرة كلها من الأول هتسمر مع الغليان ومش هتدي الطبق بتاعنا اللي هو ايه بقى، هنشوفه دلوقتي ونعرف اسمه. ونكمل بقى مع بعض لغاية ما يستوي الفول ال5 أو ال10 دقايق اللي باقيين دول. هنروح نعمل حاجة بسيطة كده، هي ايه بقى؟ هنجيب بصلتين متوسطين ونقطعهم جوليان كده أو رفيع زي ما هنشوف مع بعض. بلاش قطع سميكة قوي، لأنه لما بيبقى رفيع كده ما بيتقرمش، وهنشوف دلوقتي بيبقى سهل إنك حتى تكسريه وتحطيه بشكل لو انت محتاجاه يعني، أو حابة تحطيه قطع صغيرة أو يعني بالحجم اللي انت شايفاه ده. هنحط عليه معلقة صغيرة من السكر ومعلقتين من النشا، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. طب ليه الحاجات دي كلها؟ النشا طبعا بيقرمش معايا البصل لما بيتكرمل، والسكر كمان بيدي لون ذهبي فاتح حلو قوي. طيب هنعمل فيهم ايه بعد كده؟ هنشوف مع بعض. هنروح نجيب حلة ونحط فيها حوالي ربع كوباية من الزيت. لما يسخن الزيت كويس جدا هننزل عليه بالبصل ونقلب كويس، ونبقى ايدينا فيه على النار لغاية ما ياخد معانا لون. هنسيبه بقى يتحمر، ونروح نجيب الفول بتاعنا اللي استوى خلاص وننزل عليه كده بالهاند بلندر لغاية ما يبقى معانا بالقوام والشكل والملمس الناعم ده. تقدر طبعا تستخدمي الكبة او الخلاط، مفيش مشكلة، اللي موجودة عندك او المتاح استخدميه. في الوقت ده كان البصل خلاص اتكرمل وخد اللون اللي هو الذهبي المحمر شوية ده. وهنزل بقى في مصفى على البصارة بتاعتنا، وهو ده الطبق بتاعنا النهاردة، بالزيت اللي ناتج عن التحمير بتاع البصل. طبعا بيدي الطبق ده طعم وروعة في حتة تانية خالص. هنقلبه كويس جدا لغاية ما يمتزج الزيت مع البصارة ويختفي تماما. هنروح بقى نجيب شوية نعناع ناشف ونفركهم بين ايدينا كده ونحطهم على طبق البصارة بتاعنا، بيديها برضو طبعا طعم ومذاق متميز جدا. وطبعا في فيديو على القناة لو تحب تشوفيه ازاي نشفنا النعناع مع احتفاظه باللون الاخضر بتاعه.
بتاعه ويبقى مقرمش معانا وناشف بالشكل الجميل ده. هناخد كمان شوية بصل من المتكرمل اللي هو متحمر ده، وننزل بيهم برضو على البصارة بتاعتنا، ونقلب بقى البصارة مع البصل مع النعناع مع التوابل اللي احنا حاطينها. بجد يا جماعة الريحة والطعم لا يقاوم. طبق مغذي قيمته الغذائية عالية جدا، فيه فوائد بروتين، بيقلل من الكوليسترول الضار، بيقوي المناعة واحنا داخلين على على الشتاء. يعني بصراحة فوائده لا حصر له. طبق مميز جدا مهضوم حقه، لان احنا ما بنسلطش الضوء عليه رغم القيمة الغذائية العالية واقتصادي في متناول الجميع. يا ريت كلنا نعمل الأطباق دي، مش عشان يعني خاطر ما فيهوش لحمة ولا فراخ يبقى هو حاجة قليلة، بالعكس ده هو فيه قيمة غذائية أكتر من اللحمة والفراخ والحاجات التانية دي. ومن وقت للتاني بتحبي كده تغيري طبعا تضيفي لسفرتك أطباق يعني ما بتتعملش كل فترة يعني قريبة، كل فين وفين كده على ما نعمله، ولكن بيبقى طعمه مميز وجميل جدا. الطبق سهل سريع، طعمه حلو، اي حد يقدر يعمله يعني، سواء ست او راجل حتى. الناس الرجاله اللي بتحب تطبخ بايديها دي، فيعني الطبق ده بالنسبه لهم سهل ومميز جدا. انا زي ما انتم شايفين جرنشنا الطبق كده بالبصل المقرمش، وكمان سيبنا طبق معلهوش بصل للناس اللي ما بتحبش البصل على الوش وبتكتفي بالبصل اللي موجود داخل الوصفه نفسها. وفي الآخر أتمنى يكون الطبق عجبكم لسهولته وسرعته وقيمته الغذائية العالية. متنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب مطبخ أماني شتا. مع السلامة.